صباح السعادة وإن شاء الله اللي جاي أحلى وأجمل مهما حصل ومهما كان ومهما الدنيا اتبهدلت بينا. سؤال مهم جدا، الأهم عندك هو حساب ربنا ولا حساب الناس؟ صورتك قدام ربنا ولا صورتك قدام الناس؟ أعتقد يعني بنسبة 99.9 الناس كلها هتقول صورتي قدام ربنا. طب تعالى كده نشوف ربنا قال إيه والناس بتقول إيه. ربنا قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يعني ربنا بالنسبة له أحسن ناس وأنظف ناس هي أكتر ناس بتتقي ربنا وأخلاقها كويسة. نيجي نلاقي الناس بتقول إن أكرمكم عند الناس بقى مين؟ أغناكم، أقواكم، أكثركم مناصب، أكتر واحد شكله حلو. يبقى دلوقتي بميزان ربنا الأخلاق، بميزان الناس كل حاجة تافهة وملهاش قيمة. طب نيجي نشوف النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة قال لهم ما تعدون من هو المفلس؟ انتوا شايفين مين اللي مفلس؟ فالصحابة مش احنا بقى، الصحابة ردوا قال له ايه؟ المفلس الذي لا يملك دينارا ولا درهما. ده بمنطقنا كلنا، لما اجي اقول لك مين مفلس هتقولي اللي معهوش فلوس. النبي قال لهم لا، المفلس هو اللي هيجي يوم القيامة عمل اعمال خير لكن اخلاقه كانت وحشة جدا، سفك دم هذا واكل مال هذا وسرق ده وقل ادبه على ده وجاب في سيرة ده، فكل دول ياخدوا من حسناته، ولو حسناته خلصت ياخد من سيئاتهم وتتحط عليه ويترمي في النار. فبمنطق الناس المفلس هو اللي معهوش فلوس، بمنطق ربنا سبحانه وتعالى المفلس هو اللي هيجي يوم القيامة ما عندوش أي أعمال صالحة ولا حسنات. تيجي برضو بمنطق الناس لو سألتهم مين الشخص القوي هيقولوا لك الشخص القوي هو اللي عنده سمات شخصية ايه وعنده عضلات ايه ومحدش يقدر يكسبه وشجاع ما بيخافش و النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل الصحابة قال لهم ما تعدون السرعة فيكم؟ الراجل القوي مين؟ قالوا له الذي لا تصرعه الرجال. وللصحابة مش احنا، قالوا له اللي محدش يقدر يكسبه او يضربه. النبي قال لهم الشخص القوي هو الذي يملك نفسه عند الغضب، اللي هو لما بيغضب لا بيشتم ولا بيغلط ولا بيظلم ولا بيأذي، يعني برضه اللي أخلاقه كويسة. الخلاصة عشان ما أطولش عليكم، ميزان ربنا حاجة وميزان الناس حاجة تانية. زي ما خدنا مثال على القوة وعلى الغنى وعلى الكرامة والشرف والمكانة وسط الناس، ميزان ربنا حاجة وميزان الناس حاجة. الأهم هو ميزان ربنا عند أي حد بيفكر لسبب واحد، يوم القيامة اللي كلنا رايحين له لأن كلنا هنموت مهما طال العمر، اللي هيحاسبنا هو ربنا مش الناس. فيا بخته اللي عاش حياته بميزان ربنا عشان يوم القيامة يبقى في أعلى مكانة بميزان ربنا مش ميزان الناس اللي ملوش أي لازمة. ربنا يهدينا جميعا ويوم القيامة نبقى في سعادة وصباح السعادة.